تعالى اعرفك دلوقتي اعلاناتك بتفشل ليه بالظبط من خلال مدير الاعلانات وتقاريره. في الاخر خالص هسالكوا سؤال واللي هيجاوب ان شاء الله هختار حد يحضر الراوند الجاي مجانا، سواء كان اونلاين او اوفلاين في اي دوله في الدول العربيه ان شاء الله. دلوقتي احنا عندنا حاجه اسمها كواليتي رانكينج وانجيجمنت رانكينج وكونفرجن ريت رانكينج. الاعلانات المموله عشان تبقوا عارفين هي بتبقى قايمه على المنافسه، يعني انت بتتنافس انت والمنافسين بتوعك على الجمهور ده في نفس الوقت. فمعنى كده انك لو جيت لقيت الكواليتي رانكينج مثلا بيلو افريج، معنى كده ان الاعلان بتاعك الكرييتيف مش قوي، ما اقنعش، واللي كسبك المنافس، لان انت كده بقيت قوه مشاركتك اقل من 35%، والمنافسين احسن منك بكتير في التنافس على الجمهور ده من الاعلانات المموله. اما لو لقيت الانجيجمنت رانكينج بتاعك هو اللي بيلو افريج، معنى كده ايه؟ معنى كده ان انت النهارده مفيش تفاعل قوي، فالمحتوى بتاعك مش قوي، ما اقنعش العميل ان هو يقرا او يعجبه ان هو يلايك ويكومنت ويشير. لازم يكون افريج او فوق، لان بيلو افريج معنى كده ان هم احسن منك بكتير في التنافس على الجمهور ده. اما الكونفرجن ريت رانكينج بتاعك لو كان بيلو افريج، معنى كده ان حضرتك مفيش حد بيبعت لك مفيش حد بياخد كول تو اكشن، سوري، ما حدش بيبعت لك باستمرار، ما حدش بياخد معاك اي اجراء انه يبعت لك ويسالك عن المنتج عشان يشتري. فمعنى كده المنافسين برضو هم كسبانين. عشان خاطر النهارده تطمن لازم تكون افريج فيما فوق، وطبعا يفضل تكون اباف افريج. فده هو اللي بيعرفك النهارده سبب فشل اعلانك ايه بالظبط. طيب سؤال بقى، لو انا جيت هنا لقيت ان الكواليتي رانكينج هو اللي اباف افريج، والانجيجمنت رانكينج بيلو افريج، والكونفرجن ريت رانكينج افريج، ده معناه ايه؟ جاوب في الكومنتات وهختار حد منكم يجاوب صح ياخد كورس مجاني.